انت ماشي في طريق ولقيت واحد بيضرب واحد بفرد خرطوش، مش بس كده، لا ده ضربه بالنار وجي ركب وراك وقال لك اطلع. احب ابشرك ان من دلوقتي انت مش مجرد شاهد خالص في الجريمه، لا انت فاعل او شريك بالمساعده او بالمساهمه، لانك كونك انك اتحركت معاه وساعدته، انت كده ساعدته في الهروب من الواقع، فمن هنا اصبح لك دور في الجريمه للاسف. فلو حصل كده قدامك او حصل كده معاك، يا ريت ترفض مساعدته، ما تساعدوش باي حاجه مهما كانت النتيجه. صدقني النتيجه اللي هتحصل هتكون اهون بكتير من انك تساعده. افترض انك ما تعرفش وساعدته او كنت سبب ان هو يهرب من مكان الجريمه، اول حاجه هتتوجه لاسم الشرطه وهتحكي لهم اللي حصل بالتفصيل. ما تعملش حاجه غير انك تتوجه لاسم الشرطه وتحكي اللي حصل معاك بالتفصيل. للاسف اللي هيحصل معاك انهم هيحتجزوك لحد ما يتاكدوا من صحه اقوالك وانك كلامك مظبوط وانك فعلا ما تعرفش المتهم ولا ساعدته باصل. طب على افتراض ان الخناقه بعيده عني، يا ريت تكمل حياتك بشكل طبيعي. يعني لو انت ماشي على الطريق كمل ماشي عادي، ما تلتفتش وما تقفش تتفرج، لان مجرد تواجدك على مسرح الجريمه بيخلق ريبه وشك عليك. وده بيثبت لنا صحه المثل اللي قالوه زمان: ابعد عن الشر وغنيله. بلاش تتطفل، بلاش تقول لنا ساعد لو لقيت ان الموضوع كبير وفي اسلحه والموضوع خارج عن ارادتك او تدخلك مش هيفيد في حاجه في اللي هيحصل. بلاش تساعد عشان ما تلاقيش نفسك انك بقيت متهم في حاجه انت مالكش اي دخل بيها. لان لو المجني عليه اتهمك وقال انك ساعدته، صدقني هتضيع شهور من حياتك وانت مالكش اي ذنب، وهيكون صعب ان احنا نثبت انتفاء الصله ما بينك وما بين الفاعل الحقيقي. ابعد دايما عن المشاكل وخليك في حالك، لان الحياه ما عادتش مستاهله.